انت راجل دلوقتي ميزانيه المنافس بتاعي 8 مليار. انا ميزانيتي ما تكملش 30 40 مليون. خزنتي ما فيهاش فلوس. اسمعني بس يا كابتن. هتقول لي انا مالي، واقول لك انا كمان انا مالي. انا كل لما اعمل فرقه تنافس وتكسب الاهلي وتوصل افريقيا، مجلس اداره بيتحل. مفيش مرتبات للاعيبه النجوم تاخدها انها اللي انا اديها فلوسها. معلش انت ما بتحلليش، انا مش انا اللي بحل لنفسي برضه، انا مالي، انا ما بحلش لنفسي برضه، مجالس ادارات. مع ذلك الجانب الاخر مجلس اداره اتحل، الوزير هو اللي مشي، مش مجلس اداره هو اللي مشي. مع المنافس بتاعي الوزير هو اللي مشي، مش مجلس اداره اللي مشي. لا ده بيتقال بس كمان. ده استنى بس يا كابتن بعد اذنك النقطه دي. لا النقطه دي عشان اتقالت في البرنامج هنا بعد اذنك بس والنبي. طب اقول لك حاجه، هم هيبقى يقولوا ان هم اول اخر استنى بس انا هرد. مع يعني ذلك دلوقتي طلع طرف تاني معاه فلوس بس، بيراميدز. هو رقم واحد في مصر في اللحظه اللي بكلمك فيها دي، ومعاه فلوس بس. النادي الاهلي معاه فلوس، معاه جماهير، معاه ميزانيه، معاه لعيبه، معاه كل حاجه. بيراميدز طلع بفلوس بس بقى رقم واحد في مصر. ما بالك انا نادي الزمالك لو معايا فلوس ومعايا جمهوري، وانا اصلا في الاساس نادي الزمالك مفيش ولا نجم هيمشي من عندي. والكابتن شريف مش هيقول الاهلي واخد الدوري من دلوقتي. طب هو انت ليه مركز قوي مع النادي الاهلي؟ ما تركز ان انت تقوي نفسك. ازاي؟ ان انت تحل مشاكل. وانا اللي بحل، وانا اللي بمشي تعمل استثمار، وانا اللي بمشي مجلس الاداره. توفر موارد وتدفع عقود اللعيبه. يا كابتن مهيب جاوبني على عندك مجلس منتخب جاي بالاجماع وقايمه واحده. جاوبني على